بيكم دكاتره ثالثه ثانوي مع امتحان جديد، امتحان رقم 18 في اكزامز المعاصر. معاكم البروف خالد حسني. يلا بينا نغوص كده، ومعاك ورقه وقلم كوبايه نسكافيه واستمتع معانا. اول سؤال بيقول ايه؟ which of the following is a structural protein؟ احنا عندنا نوعين من انواع البروتين، عندي structural بروتين وعندي كمان regulatory بروتين. والstructural بروتين ده عباره عن بروتينز بيدخل في البيلدينج ستراكشرز اوف ذا بودي، وانما الريجولاتوري carries out specific functions. فانت عندك الاستراكشر مايزين، اكتين، كولاجين، كيراتين. عندك الريجولاتوري انزيمز، هرمون، انتي بوديز. The protein which is secreted from the T helper اقول له ده functional، ده ريجولاتوري بروتين ليه تنظيم، ده الانترليوكين بيحفزك الكلام ده. The protein which stimulates the glucose انسولين ده هرمون. طب the protein which causes the relaxation of the pubic symphysis ريلاكسين اللي برضك هرمون. The protein which acquires the cartilage joints the pubic symphysis is suitable flexibility اقول له صح، البروتين اللي بيدي فليكسبيليتي للايه؟ الكارتريج، لان ده بروتين تركيبي، وهو بروتين اللي هو الكولاجينز بيخش في تركيب الكارتليج جوينتس او الكارتليج عموما يعني. يبقى ده هو الاستراكشر بروتين. تعالى يا باشا بالسؤال الثاني، بيقول لك في هرمون اكس has same effect on different cells وهرمون واي has different effects on the different cells. What do X and Y represents؟ طيب بصوا معايا عشان نبقى فاهمين. ادي كروموسوم اكس وادي كروموسوم واي. بيقول لك اكس has same effect وعنده different cells، انما دوت عنده same او different effects على different cells. same effect على different cells الانسولين بيحافظ على دخول الجلوكوز داخل خلايا جسم الانسان باستثناء السبيرم، يبقى الانسولين. اي دي اتش بقى، الاي دي اتش بيأثر على ديفرنت سيلز، ان هو بيأثر على الكدني ستراكشرز، ان هو بيعمل ري ابزوربشن للووتر، بيأثر كمان على البلاد فيزن، ان هو بيعمل فازوبريشنز او ضغط على الاوعيه الدمويه، يبقى ليه ديفرنت فانكشن. يبقى الاجابه هتكون ايه؟ اللي هو الانسولين مع الاي دي اتش هرمون، دول هرمونين اللي سيم افكت ديفرنت سيلز، وهنا ديفرنت افكتس وديفرنت سيلز. يبقى انا عندي هرمونات ممكن تبقى بتاثر نفس الافكت على خلايا موحده زي الانسولين مثلا او زي الجلوكاجون، وعندي هرمونات ليها different effects ولكن على different cells خلايا كتيره جدا ومختلفه. يعني مثلا زي ما نيجي نتكلم على الادرينالين، فبقول له مثلا الادرينالين برضه بيرفع نبض القلب، يبقى دي افكت، في نفس الوقت بيعمل increase blood pressure، ادي افكت على different cells. خلي بالك البلاد فيزلز كمان بيزود نسبه الجلوكوز، يعني بيأثر على كذا حاجه ب different structures. يبقى الاجابه انسولين and ADH هرمون. سؤال رقم 3 بيقول لي ايه؟ which rib pairs is connected to the vertebra number 15؟ يس ولا دي قوي 15، يبقى انا عايز البير ريب، يبقى 15 minus 7 equal 8، يبقى الاجابه رقم نمبر 8. حلوه الاجابه رقم نمبر دي. the opposite figure illustrates the life cycle of fern plant. عمك خالد قال لك ايه؟ نقرا الجرابز او الفيجرز. اقرا الجرابز او الفيجرز. حضرتك شايف دي ايه؟ شايف دي سبور ماذر سيل؟ انا شايفها كده برضك. وشايف دي ايه؟ شايف دي سبوروفايت. مين قال لك يا مستر؟ اللي قال لي دول. لا ازاي؟ ما هو انت دي لازم تربطها بدول، عشان دي بيقول لك واحده من دول كونت الاربعه دول يبقى عملت ميوزس. ولحد النهارده الناس مش عارفه ايه الفرق بين الميوزس والميتوزس. يا نهار ابيض، ثالثه ثانوي مش عارف ايه. هي الميوزس، الميوتيك هي الميوزس، والميتوتيك هي الميتوزس. يبقى اللي حصل ميوزس فين؟ عند المرحله رقم ايه؟ يبقى اقول ات ستيج اي. انما هنا ده الفيرتلايزيشنز، اخصاب، بقت 2 ان وهكذا. حصل طفره في الجين اللي مسؤول عن تكوين البروتين كود بتاع الكوفيد 19. الفيروس بتاع الكوفيد اهو مثلا عليه انجنز اهو، حصل طفره في الجين اللي بيكون اللوجو ده leading to formation of protein، ادى لتكوين بروتين اهو whose chemical structure is similar to the protein code of the virus. ايه العبط ده؟ يعني ايه؟ يعني حصل طفره، الطفره دي كونت نفس نوع البروتين، اسمها silent mutation بالمناسبه. silent mutation يعني طفره صامته جت ومشيت في ادب، ما عملتش اي تغيير. of the virus that previously vaccinated against it. which of the following is correct؟ It can't be recognized by the T helper. طبعا recognized ده البروتين ده هو ده. فrecognized. It recognized by the memory cells and the antibodies against it are produced. memory cells، عشان هو قال لي راجل اتطعم، فلما الراجل اتطعم بنفس نوع البروتين اللي اتكون لما حصل له ميوتيشنز، يبقى اكيد في ميموري سيلز ضده، يبقى اكيد الميموري سيل هتطلع تهاجم.
يبقى الاجابه رقم بي. السؤال ده تركايه جامده جدا. نمبر 6 بيقول لنا A DNA molecule consists of 200 turns and contains 600 guanines. طب بص يا ابني عشان تبقى فاهم، 200 تيرن اضرب في 20 يطلع لي 4000 نيتروجينيوس بيس. خلاص؟ منهم 600 جوانين. هو عايز مين؟ عايز الصيامين. ارجع للو بتاعك بيقول ايه؟ الجي بلس تي ايكوال 50%. 50% من 4000 كام؟ 2000. 2000 يبقى تي زائد الجي. طب الجي بكام؟ ب 600. التي بكام بقى؟ اهو ادي التي بيساوي كام؟ بيساوي 2000. يبقى 2000 ناقص 600 بيساوي 1400. يبقى 1400. شفت انا جبتها ازاي؟ عرفت تي كده ازاي؟ قانون اهو. ايه طبق قوانينك. يلا يا باشا. نمبر 7 بتقول The opposite figure illustrate affection in the ovary which choice in the following table represents hormones. طب لما يجيب لي سؤال زي كده نقرا الفيجرز. تعالى نقرا. اكس بيحفز على تكوين جرافين فولكل، يبقى اكس اسمه اف اس اتش، وبعدين ده بيفرز هرمون اسمه استروجينز، وبعدين ده عمل رابتشر يبقى ده ال اتش، وبعدين يتحول الى كورباس ليثيوم يبقى ده ال. طب وده مين ده؟ ده البروجستيرون. يبقى الهرمونات عندنا اول حاجه اكس ده الاف اس اتش، يبقى اختار ما بين الاثنين دول. تمام؟ وبعدين واي بقول له استروجينز، يبقى خلاص يبقى الاجابه رقم بي. والال اتش والبروجسترون. انا قلت لك في حاجه اسمها الساعه الهرمونيه. احفظها بقى معايا بقى. الساعه الهرمونيه دي بتاعت الفيميل. الساعه الهرمونيه دي دقه ساعه العمل عند هرمون اسمه اف اس اتش. كده الدوره الشهريه ابتدت. عند افراز اف اس اتش الدوره الشهريه ابتدت. وبعدين هيتفرز استروجينز. وبعدين عقرب الساعه يجي عند ال اتش، وبعدين يجي لي عند البروجسترون هرمون. بس كده يبقى الاجابه رقم كام؟ رقم بي. تعالى يا باشا هنا. Which of the opposite figure bonds are formed on gathering 2 tRNA molecule together in the same ribosomes؟ ده امينو اسيد وده امينو اسيد. ده امينو وده امينو. معايا كده؟ طب الامينو بيقول لك ايه؟ مجموعه اسمها كربوكسيل، مجموعه اسمها الامينو. عايزين نخلي الامينو ده يتحد مع الامينو ده. هنلعب لعبه صغيره مع بعض. هتسيب الاتش هسيب الاو اتش، بس كده. هتسيب الاتش هسيب الاو اتش، فنعمل بوند. يبقى ده انا بدور على ان اتش اهي، ادي الان اتش اهي، والسي دبل بوند اهو. هنا السي دبل بوند. انتوا دارسين اورجانيك كيمستري امتحنتوا كيمستري واتنفختوا، فركزوا معايا بقى كده ايه الحقوا البيولوجي. خلاص يبقى هنا سي دبل بوند او. معايا كده؟ سي دبل بوند او. يبقى اقول له هنا اتكونت البيبتايد بوند، يبقى رقم 3. اتكونت فين يا ولد؟ عند البيبتايد سايت. بص انزيم اسمه ايه؟ بيبتايدال ترانسفيريز انزيم. تعالى نمبر 9. Which of the following statements isn't correct about the bone marrow؟ في جمله غلط هنا على البون مارو. It exists inside the flap bone. موجود طبعا في flap bone. الغلط فيها. It prevents the exile of the most lymphocyte till the maturations. اذا كان هو بيخرج الستيم ليمفويد سيل اللي ما حصلهاش maturation كانت تمثل 80%. تمثل 80%. انت متخيل قد ايه؟ 80%. يبقى الاجابه اقول له ايه؟ الاجابه هتكون بي. It contains mature and immature cells. صح، هو بيحتوي على mature cells زي البي سيلز، وبيحتوي على immature طبعا زي الستيم ليمفويد سيل. It is considered the main lymphoid. طبعا المين ليمفويد اورجان اللي هو منتج للخلايا، هو بينتج خلايا سنه ثالثه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي if a skeletal muscle consists of 10 muscle bundle. ادي 10 muscle bundle بتكون من 50 muscle fiber، يبقى 500 muscle fibers that form the muscle. هنا 500 ايه؟ موتور يونت. يبقى انا كده حسبتها معايا 10 في 50 يبقى ب 500. هو بقى عايز يعرف عدد المايوفيبريل جوه كل ماسل فايبر. ما ده الماسل فايبر. طب ما المايوفيبريل من 1000 ل 2000، يبقى هنا اقول له 1000 الى 2000 هضرب هنا في 500 اللي انا جبتها من فوق في 500 فيطلع لي نص مليون لمليون. ربنا يرزقكم وتبقوا مليونيرات. 11. اوعى تفتكر ان الراحه نفسيه في الفلوس. Which of the following graph is correct؟ أي جراف في دول correct؟ age مع زيادة العمر إنتاج الانديفيدوال بيزيد، عددهم بيزيد؟ لا. long aged short number small number. size حجم يزيد. evolution درجة تطور، كل ما كان تطور كل ما معدل نسله قل. هوبا. برودكشن اوف ذا نيو انديفيدوال مع الهارد شيبس، المخاطر اللي بتاثر الكائن ده بتعمل
مخاطر، المخاطر دي بتخلي الكائن ينتج عدد اكتر، زي البكتيريا بتخاف من الاميون سيستم فتنتج عدد كبير جدا في وقت قصير جدا. نمبر 12 بيقول لنا، بيقول لك باي يوزنج ذا هايبر دي ان اي. هايبر دي ان اي ده دي ان اي مهجن، من ضمن وظائف الدي ان اي المهجن ان انا بحدد وجود جين وبحدد نسبته قد ايه. تاني حاجه ان انا بحدد ايفوليوشن ريليشن شيب، العلاقات التطوريه بين الكائنات. طب تعال نبص، احنا بيقول لك 4 ليفنج اورجانيزم اهو، بيقول لك عايز اعرف اقل ايفوليوشن ريليشن شيب، اقل علاقه تطوريه. هنا ما ينفعش ابص على التيبل الا لما ابص على الداتا اللي تحت. ليه ما ابصش على التيبل؟ لان مش هعرفك بين 1 و2 او 2 و1 و3، 1 و4، 2 و3، 2 و4، عندك 16 احتمال. تقعد تجرب 16 احتمال عشان تطلع الليست ايفوليوشن ريليشن شيب؟ لا، انا بجرب 4 احتمالات. فهمت السؤال بيجاوب ازاي؟ مش كل تيبل ارجع له، مش كل تيبل ابص له في الاول، لا، ده تيبل ده بص لتحت كده. طب 1 و2، يلا 1 و2، يبقى هو عمل لي 4 احتمالات، 1 و2 اي تي تي اي جي سي، ادي اول ادي اول ايه واحده غلط، جي جي سي 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 تي 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 اي، يبقى كده كام واحده من 1 و2؟ اكتب كده نمبر 1. طيب 3 و4، 3 و4 اي تي، ادي كده احتمال، تي تي يبقى علم كده، اي جي 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 سي جي، دي كده احتمال 2، ها 3 كمان، ها 4، ها يبقى كده 4 احتمالات، 4 اختيار. 1 و 3، 1 و 3، تعال نبص، اي تي تي اي جي 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 سي 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 جي، ادي كده احتمال، علم كده، تي 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 جي، ادي كده احتمال، يبقى كده 2. طبعا البشوات هيجروا جري، اختار دي 4. 2 4 2 4 اي تي، ادي كده احتمال، تي تي اي سي جي 2 اهو، جي جي سي 3، سي جي 4، تي سي 5، تي تي اي من 5 احتمالات، يبقى اختار الاجابه دي. دول اقل نسبه. طب لو جه قال لك ازاي تقدر تحدد ان دي اقل نسبه؟ اقول له عن طريق الديجري اوف temperatures used to separate the two strands again. يبقى الاجابه هتبقى كام؟ 2 and 4. 13 بيقول لي some plants can produce inhibitors for germinating spores. طبعا يا جماعه المواد اللي النبات بينتجها الانهبيتورز هي detoxification enzymes للسبورز بالذات. In order to define بعتبر السبورز toxic. What is the type of immune response in this case? Biochemical. Detoxification enzyme biochemical. معنى كده وهي مش موجوده قبل العدوى، لا. هي biochemical immunity that result a response to the infection of the microbes ولا structure immunity that result a response to the infection of the microbe؟ لا، المواد اللي النبات بينتجها الانهبيتورز ديت هي مواد ان بايوكيميكال النبات بينتجها بعد الايه؟ انفكشنز. 14 بيقول لنا which of the following pairs doesn't act directly on maintaining the body internal balance. ما بيشاركش في الانترنال بالانس. كالسيتونين وبارسمون بيشاركوا في الانترنال بالانس بتاع الكالسيوم ما بين البون والبلاد. الدوستيرون الجلوكاجون والانسولين بيشاركوا في كميه الجلوكوز الموجوده في البلاد. ثايروكسين وكورتيزون كلهم دلوقتي على جنب. الالدوسترون بيشارك في تركيب الصوديوم والبوتاسيوم نسبتهم في الدم واليورين. الاي دي اتش بيشارك في تركيب نسبه الميه اللي موجوده جوه الدم وجوه الكدني. مين اللي ناقص؟ الثايروكسين والكورتيزون. الثايروكسين ليه وظائف internal functions ولكن ما بيعملش هومستيسيس، يعني مش بيحدد لي نسبه ماده معينه جوه جسمي او بيحدد نسبه الووتر جوه جسمنا او بيحدد نسبه سولت جوه جسمنا. الكورتيزون نفس القصه بالظبط، دول بيأثروا على الجلوكوز ولكن مش شرط يأثروا على الجلوكوز بطريقه دايركت، هم بيأثروا على الجلوكوز بطريقه اندايركت ريليشن شيب. عشان كده هو حط في السؤال كلمه ايه؟ دايركتلي. هو فاهم بيقول ايه كويس، عشان ما تجيش تقول له انت ما هو بيأثر على الجلوكوز، يقول لك لا بس indirect. If you know that a cell of potato plant leaf يبقى somatic cell. دايما لما يجيب لك كلمه leaf او stem يبقى somatic cell خليه جسديه. عدد الكروموسومات فيها 48 كروموسوم. Which of the following represents the number of chromosome in the embryonic sac nucleus. بالمناسبه embryonic sac هو نفس عدد الكروموسومات بتاعت الايه؟ الليفز. يبقى انا لما اجي اقول لك embryonic sac يبقى لازم تبقى مركز كويس جدا جدا جدا. هيبقى 48 زيها زي الايه؟ السوماتيك سيل. امبريونيك ساك 2 ان. السؤال ده قمه الروعه. نقول تاني قمه الروعه. تعال اقول لك the opposite figure shows the nitrogenous bases of certain amino acid. انا قلت لك الامينو اسيد ممكن يبقى ليه كذا اسم كذا كود.
if this acid has two codes only عنده كام كود؟ 2 which are similar in their first two bases يعني الاثنين كود دول اول 2 دول يا دكاتره ثابتين ايه هم بيختلفوا بس عند الاكس دي اهو. What is the percentage of having this amino acid when inserting one of nitrogenous base؟ عايز يعرف نسبه حدوث الامينو وجود الامينو اسيد لما نحط هنا نيتروجينيوس بيز. طب بص بقى معايا، هو انا عندي اصلا كام احتمال؟ عندي 4 احتمالات، يا اما احط A يا يو يا جي يا سي. انت ليك كام احتمال؟ هقول لك احتمالين، احتمالين يمثلوا كم من الاربعه؟ 50%، يا ده يا ده او ده يا ده او ده وده او ده وده ما نعرفش، يبقى اقول له 50% 50%. السؤال ده تركايه جامده جدا، يبقى انا بقول له الاحتماليه والله ممكن تبقى ايه؟ او يو او جي او سي او 2 منهم اصلا، ما هو قال كده، قال لك هم عنده 2 كودز يبقى عنده احتمالين. نركز في السؤال ده مهم جدا جدا جدا. يبقى سؤال 16 مهم جدا جدا جدا. ده بلس طبعا السؤال رقم 8 كمان. سؤال 17. If the number of the white blood cells in the drop sample of person 6,800 cells which is shaded in the following table represents the normal number of the cell illustrated in it. طيب بصوا معايا معلش. هو عايز عدد الوايت بلاد سيلز كله 6800. هو عايز يعرف بقى النورمال نمبر اوف ذا سيل illustrated الليمفوسايت. طيب اضرب 6800 خلاص، عايزين نسبه بقى الليمفوسايت من 20 ل 30%، بجيب الافريج بتاعه على طول اللي هو 25%، فبضرب 25 على 100. شوف يطلع لكم كام كده؟ سنه ثالثه. يبقى 25 يطلع لك 1700. يبقى انا بختار بين الثلاثه دول. هقول لك على طريقه سهله وهقول لك على طريقه اللي تمشي بيها عشان تتاكد. عايز نسبه البي سيل من 5 ل 10، من 10 الى 15%. من 10 ل 15% اجمع اللي يبقى 12.5%. 12.5% من النسبه دي يبقى تايمز 12.5% على 100. شوف النسبه تطلع لك كام؟ بعدين عايز تي سيلز 80% 80%، يبقى 1700 في 80% 80 على 100. حضرتك شايف الليمفوسايت ده يا ده يا ده. دي كده كنسلها لان استحاله تكون البي اعلى من التي. ده بالبلدي كده لو واحد شغال بلدي يعني. طيب هنا بي نسبه صغيره كبيره بالنسبه بردك للتي، بردك دي هنسلها. يبقى من غير كالكوليتر ولا من غير اي حاجه، عشان الراجل بتاع البايو اللي حاطط الامتحان فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه. فهتختار انت رقم بي عشان ما تجيش تقول لي الامتحان كان محتاج كالكوليتر. لا الامتحان كان محتاج تشغيل دماغ. انا بقول لك الامتحان كان محتاج تشغيل دماغ اهو. 1700 2220 1360 من غير اصلا محسن. انت لو ضربت النسب دي هتطلع لك على فكره هي زي ما بقول لك كده. يبقى السؤال كمان رقم 17 مهم جدا جدا جدا. تمام؟ يبقى سؤال رقم 17. 18. The following processes occur when the muscle contracts. العمليات دي بتحصل لما يحصل muscle contractions. طب بصوا معايا يا دكاتره. The entry of the sodium ion in the muscle، دخول الصوديوم. طب استنى علينا. The change of the muscle fiber membrane، يا نهار ابيض، التشينج ده بيحصل اصلا بعد الايه؟ بعد الصوديوم دخوله. The release of acetylcholine، الريليز بيحصل طبعا. The entry of calcium، قول له ده اللعبه كلها في الكالسيوم. بعدين الاسيتايلكولين بيطلع. بعدين الصوديوم يدخل. بعدين يحصل بولاريزيشن او يتغير. يبقى الاجابه هتكون ايه بقى؟ الاجابه هتكون 4 اهو 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2. يبقى الاجابه رقم كام؟ رقم دي. Which of the following doesn't occur in the fallopian tube؟ في عمليه من دول ما بتحصلش في fallopian tubes. هل الزايجو ديفيجنز؟ بيحصل لحد ما يكون مولي كمان. بعدين secondary oocyte divisions بيحصل لما بيجي السبيرم. unfertilized ovum decay بتتحل. برايمري اوسايد ديفيجن ده بيحصل في الاوفري المبيض. What is the purpose of the process shown in the opposite figure? The production of plasmid. هو انا كده بنتج بلازميد. Facilitating the DNA replication. DNA picking. هو انت مش ملاحظ ان الدي كان مفروض وبعدين اتلف كده وبعدين التو اندز ارتبطوا مع بعض؟ يبقى بعمله بيكينج اب بقى. يبقى الاجابه رقم كام؟ رقم سي. يبقى الإجابة رقم سي. إيه ده؟ ده بلاد فيزل من أولى من ثانية ثانوي. ارتري فين بلاد كابيلرز ارتري فين بلاد كابيلرز. بس أنا مستر هو هنا ليه البلاد ارتريز والفينز كده حصل لهم دايليشن؟ يبقى تفرز مادة الهستامين أثناء الانفلاميشن ريسبونس. The body attempted to prevent the entry of pathogens. Secretion of chemokine to attract. Secretory activity of basophils.
ايه ده؟ ايه البيزوفيلز دي؟ هي والماست سيلز اوعى تنساهم في الانفلاماتوري ريسبونس بيفرزوا ماده اسمها الهستامين. هستامين، الهستامين بيعمل دايليشن ارتخاء في البلاد فيزل. In which the following cases amoeba resorts to repeated binary visions. Amoeba resorts تستعيد binary vision. The increase of oxygen and the decrease of carbon dioxide. زيادة في الأكسجين ونقص في الكربون دايوكسيد. زيادة في الأكسجين يبقى كده المنطقة suitable بالنسبة لها. بعدها the abundance of the aquatic insect، يعني غزارة في الحشرات المائية. طيب the increase of carbon dioxide and decrease of oxygen the decrease of light. طيب بص عشان تبقى عارف، هي الاميبا مش محتاجه لايت اولا عشان هي مش بتعمل فوتوسينثيز خلاص، فهي احتياجها لللايت اصلا يعني يكاد يكون ينعدم يعني. the increase of carbon dioxide، زياده الكربون دايوكسيد ونقص الاكسجين هي دي. طب في طالب اخترع بالفقاقه. الفقاقه هو جايب الجملتين دول، يبقى هو من الاخر كده راجل بيقارن بين الجملتين دول. طب الفقاقه يعني، لكن بالعقل يعني العلمي ان ده unsuitable conditions على طول. Which of the following statement is correct؟ Tropism movement depends on the diffusion of the water. اقول له صح والله. Tropism يعتمد على الووتر diffusion بالاسموزس. Cytoplasm movement is spontaneous. Cytoplasm movement فعلا spontaneous. معايا كده؟ Depends on the diffusion of the water through the cells by osmosis. خلاص كده؟ Cytoplasmic movement is spontaneous. تلقائية؟ لا، تلقائية محتاجة طاقة. هي continuous مش تلقائية. The rotational cytoplasmic movement depends on the oxygen. لا طبعا ولا دي. The touch movement in the mimosa is continuous برضه غلط. يبقى الإجابة رقم إيه؟ زي ما قلنا التروبيزم فعلا بيتحرك الووتر باي اسموزس. سؤال 24 بيقول لحضرتك the opposite graph illustrates the effect of the removing gland. يعني شلنا جلاند، ولما شلنا جلاند بيقول لك an experiment animal and the effect of injecting animal. هو الجلاند دي مين؟ هو ده مين ده؟ ده الجلوكوز. يبقى احنا شلنا الجلاند بتاعت البنكرياس وحققنا الانيمال بهرمون. طب الهرمون اللي حققنا بيه الانيمال دوت الانسولين. طب ليه اللي قال لك الانسولين؟ عشان الجلوكوز قل. طب الانسولين ده صناعي. ايه الفرق بينه وبين الطبيعي؟ الطبيعي بيستمر لونج بيريد اوف تايم او اللايف سبين بتاعته فتره عمره طويله شويه. انما الارتفيشال وقتيه، عشان كده لازم بياخد كل يوم جرعه ايه؟ انسولين. يبقى هو هنا شورت تيرم. يبقى المفروض انت تبقى رابط حتى جدك ولا جدتك بياخد جرعه الانسولين، تلاقيه كل يوم بياخد جرعه ايه؟ الانسولين بتاعته. طيب which of the following statement is correct about the optic graph؟ هنا ملاحظ ان درجه الحراره او درجه التمبريتشر بتعلى فالانتاج الاسبرما بيقل. ده علاقته ان السكروتم سايكيز الصفن بيدي بروفايد كولر كونديشنز، يعني بيدي ظروف ابرد علشان يعمل سبرماتوجينز افضل. يبقى الاجابه هتكون رقم ايه؟ 26 بيقول لك which of the following represents a mutation. في حاجه من دول يا جماعه عباره عن mutations. not replication of DNA molecules ولا replacement of segment from homologous. ما هو لو حصل ريبليسمنت اوف هومولوجاس زي ما شفنا في الامتحان قبل كده، الهومولوجاس بيرز لما يحصل اكتشينج بينهم عادي، ده حاجه طبيعيه اسمها كروسنج اوفر. ريبليسمنت اوف سيجمنت بتوين نون هومولوجاس، يعني الكروموسوم ده مش شبه ده وحصل اكتشينج بين حته من ده على حته من ده، يبقى دي كده ميوتيشنز. برافو عليك، كروموسومال ستراكشر ميوتيشنز. يبقى الاجابه رقم سي يا سنه ثالثه ثانوي. 27 بيقول لي which of the following prevents the spreading of microbes through the plant tissue. في حاجه من دول بتمنع انتشار الميكروب. كلمه spreading تخليني وانا بختار الاختيار بتاعي ابقى اركز جدا. spreading غير infections. فبقول له cork formations. طب الكورك اصلا بيمنع دخوله invasions. gum deposition بيمنع الانفينجنز. keratin depositions on the cell wall of epidermis برضه بيمنع الانفنشن. بلانت هايبر سنسيتيفيتي بيمنع الايه؟ السبريدنج، لان معنى السبريدنج انتشار ان الميكروب اصلا اخترق النبات بس في فرع باظ فالفرع ده يموت ويترمي على الارض عشان نمنع انتشار الميكروب داخل النبات. The following figure illustrates the genital system for a number of females. Which female can give birth normally. واحدة من دول تقدر تخلف طبيعي over جدا. طيب مش ده الاوفري بتاعها سالك والفالوبيان تيوب بتاعتها سالكة تخلف. مفيش اوفري ما تخلفش، استئصال المبيض. ورابطة التاني فما تخلفش. رابطة الاتنين ما تخلفش. مش رابطة حاجة تخلف. يبقى رقم كام؟ 1 و 4. 29 piece of DNA
which represents a genes was inserted into bacterial cells. في قطعة من الدي ان ايه اهي حقناها جوه bacterial cells that replicated many times. البكتيريا سيل قعدت تعمل replication. Which is the following graph shows the relation between the number of the produced DNA pieces Y and the number of cellular divisions. طيب الطبيعي جدا ان نسبه الجين اللي انا حاطه طالما عدد السيلولار ديفيجن بيزيد اكيد الجين ده هيتضاعف معايا. يبقى اقول له ايه العلاقه تكون دايركت ريليشن شيب يبقى جايبه رقم دي. هو هنا بيسال على ايه؟ هنا بيقول لك ايه العلامه في تغيير اليورين كونتنت. يبقى انا بتكلم على اليورين ولا البلاد؟ بتكلم على يورين البول. لما الالدوسترون يعلى معنى كده الالدوسترون ده هيطرد لي هنا البوتاسيوم فالبوتاسيوم يعلى قوي في اليورين والصوديوم يقل جدا عشان الصوديوم هيحصل له ري ابزوربيشن. صح هو قال لك هنا في اليورين. عارف لو قال في الدم اختار دي، لو قال في اليورين اختار دي. هو فرق بين اليورين والبلاد فرق شاسع جدا. بعد كده السؤال رقم 31 بيقول لك هنا ايه؟ at the end of meiosis في نهايه الميوزس in the angiosperm plant اللي هي النباتات دي 4 هابلويد مايكروسبورز 4 خلايا مايكروسبورز. المايكروسبورز دي خلايا هابلويد. هابلويد يعني كل واحده منها ان وكل مايكروسبورز بتعمل ميتوزيس ديفيجنز. Which of the following is correct according to X and Y pathway in the opposite figure؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا. 32 تمام؟ X Y. واحد بيجي يقول لي ايه؟ بي سيلز، بي سيل دي هوميلر و اكس دي سايتوكسيك سيلز يبقى سيلولر. هقول لك تعالى بقى هو ده انترليوكين يا برنس ولا سايتوكينز؟ سايتوكين دي تبع مين اصلا؟ تبع السيلولر. فالسيتوكين ده بيحفز البي ويحفز ايه؟ ايوه تي صح. لا بيحفز الاثنين دول وبيحفز ايه؟ الماكروفيج وبيحفز ناتشرال كيلر سيلز. يبقى الاثنين دول من الاخر كده سيلولار ديفيجنز. يبقى الاثنين دول سيلولار اميونيتي. يبقى اقول له اكس اند واي ار سيلولار اميونيتيز. انتبه. يبقى السؤال ده مهم جدا. اللي خلاني اختار انهم سيلولار سيتوكينز بس. يبقى انا ركزت فيه. سؤال رقم 33 The opposite figure shows the effect of the ultraviolet rays on X in the two different peoples. بص يا دكاتره احنا جبنا جين، الجين ده عرضناه الالترافايولت، الالترافايولت لما نزلت حصل ان الجين ده في شخصين مختلفين. بيرسون 1 ادى الى انتاج بروتين، البروتين ده ادى ان الخليه تنقسم طبيعي جدا. يعني الطفره اللي حصلت هنا كانت طفره سايلنت ثامته. اما الطفره اللي حصلت هنا ادت تكوين بروتين عمل راندوم ديفيجن يعني انقسام بقى عشوائي. فبيقول لك انت which of the following statement is correct؟ The lysase enzyme work effectively in the person 1. اللايجيز انزيم اشتغل كويس في بيرسون رقم 1. The ultraviolet rays affect all gene of person 1. الالترافايولت هي بيقول لك اثرت على جين، ده هو في السؤال بيقول لك اثرت على جين، فانت تيجي تقول له اثرت على كل الجينات. Person 2 suffer from cancer. مين قال لك ان هو كانسر؟ وقال راندوم، ما قالش هايبر ديفيجن، ما حددش ان هو كانسر. Mutation appears on the all body cells of person 2. هي الطفره حصلت في جين ولا كل الجينات؟ جين ده ينتج صفه معينه. يبقى الاجابه تبقى ايه؟ ايه؟ The lysase enzyme work effectively in the person 1. اللايجيز اشتغل كويس في بيرسون رقم 1 فادى الى الديفيجن العادي. The opposite figure represents a group of adjacent plant cells. Water transfers by osmosis from. الميه بتتحرك بالاسموز منين؟ التركيز اللي هنا السولت هو 2%، 1%، 6%، 4%. بصوا معايا وركزوا. الميه تبقى 99%. هنا الميه تبقى 98%. هنا الميه تبقى 94%. بقيه الملح، ما هو الملح 6 يبقى الميه 94. هنا 96% ميه. فبيقول لك الميه تتحرك من واي تو اكس. تعال نشوف. فين واي؟ اهو تو اكس اهي. يعني من الميه القليله للميه الكتيره او الملح الكتير للملح القليل؟ لا طبعا. يبقى دي غلط. واي تو زد. واي فين؟ اهو. بص انا بعمل ايه؟ واي تو زد. ادي زد. يعني لما عايز اقول الميه القليله للميه الكتيره برضك ما ينفعش برضك. ما ينفعش. اكس تو زد. فين اكس؟ اهي. تو زد اهي. من 4 ل 2 من تركيز ميه قليل لتركيز ميه كتير برضه ما ينفعش. من ال تو زد. ال 98% وزد 98 تنتقل. من الملح كتير لملح قليل. من الملح قليل لملح كتير. يبقى الاجابه هتكون ايه؟ هتكون دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا which of the following is similarity between the infective stage of 4 post female anopheles mosquito اللي هي مين بقى الفيميل انوفيلس موسكيتو اللي هي الجاميتوسايت. ده الانفكتيف ستيج اللي بتعدي الفيميل انوفيلس موسكيتو. and human اللي هي السبوروزويد.
هل سايت اوف بريزنس؟ بقول لك ده هيومن ودي موسكيتو فما ينفعش. سايت اوف فورميشنز مكان التكوين، لا برضك دي هيومن ودي مش عارف ايه. واي اوف اتس فورميشنز الجاميت سايت اتكونت من الميلوزويتس والسبورزويت اتكونت من اللي هي اوسايت بطريقه السبروجني. ذا كروموسوم نمبر كروموسوم النمبر هو ده اللي التشابه بينهم، ان دي هابلويد ودي برضك هابلويد. السؤال اللي بعد كده بيقول لي 36 What is the reason for inability of bacteria to rebuild itself after replication of the bacteriophage inside it؟ هو البكتيريوفيج لما بيخش بكتيريا، البكتيريا اللي ما بتعرفش تعمل ريبليكيشن بعد كده. حضرتك البكتيريا ما تقدرش تعمل ريبليكيشن بسبب ان البكتيريا هتنفجر، هيحصل رابتشر في البكتيريا، يبقى ذا براست اوف بكتيريا سيلز. خلاص ما فيش بكتيريا سيل، اتفجرت البكتيريوفيج، فجرها خلال 32 دقيقه اتفجرت. The antibody in which the chain number 1 enter in the structure مش عارف ايه of the antibody and the chain number 2 enter in its structures. What is the reason for this difference؟ ايه الفرق بين دي ودي؟ او الديفرنس ما بين الانتي بودي ده والانتي بودي ده، مع ان التشين دي شبه دي يعني. عدد الامينو الاثنين واحد. انواع الامينو الاثنين واحد. معايا كده؟ طيب يبقى التايب واحد. بالتايب بوند واحده. النمبر اوف امينو واحد. ناقص مين؟ بس كده. هي الهيدروجين بوند دي كنا واخدينها من ضمن اسباب اختلاف انواع البروتينات بريزنس اوف هيدروجين بوند، وجود الهيدروجين بوند. الرابطه الهيدروجينيه يا جماعه بتشكل اساسيات في تركيب الشكل الثلاثي الفراغي للبروتينز. فالهيدروجين بوند دي هي اللي بتلوي، كانك انت مثلا ايه عامل كده زي نظام كرسي كده. الكرسي ده القواعد بتاعته مثلا بتغير من شكلها شويه، الزوايا نفسها، فالهيدروجين بوند تمثل زاويه. يبقى السؤال ده مهم جدا جدا جدا. طيب تعالى بقى للسؤال اللي بعده. Which of the following graph represents the relation between the evolution of living organism and the size of ova؟ كل ما كان تطور كل ما حجم الاوفا قل، يبقى العلاقه هنا indirect relationship، يبقى العلاقه دي كل ما كان تطور زي الانسان حجم البويضه بيقل. طيب 39 The opposite figure which of the following structure belong to the appendicular skeleton؟ appendicular skeleton الهيكل الطرفي، الهيكل الطرفي، الهيكل الطرفي، الهيكل الطرفي. ماشي، الهيكل الطرفي 1 كلافيكل تبع الهيكل الطرفي. بعدين عندي 2 سكابيولا تبع الهيكل الطرفي. بعدين عندي 3 هيومرس برضك تبع الهيكل الطرفي. يبقى 1 و2 و3. Which of the following choices represents the correct arrangement of the response of the mammalian animal body when it escapes from its enemy؟ حلو قوي. أول حاجة النيرفس سيستم. هو بيهرب من الانمي، عايزك تركز في الفكرة نفسها. النيرفس سيستم. بعدها الاندوكراين سيستم علشان حصل ايمرجنت سيتويشن مكان خطر. وبعدين ماسكولار سيستم حصل كونتراكشنز فيها. معايا كده؟ يبقى الاجابه هتكون سي. جهاز عصبي. معايا كده؟ بعدها جهاز هرموني، بعدها العضلي. هو انا ليه اخترت هرموني قبل العضلي؟ لان طبعا افراز الادرينالين بيعمل او ماكسيمم ماسل كونتراكشنز، انقباض عضلي شديد جدا. فيقول لك انا جريت الشارع كله ما اعرفش جريت ازاي. The opposite figure represents a mature ovary during fertilization process. Which of the following is correct about these figures؟ في جملة صح هنا. طيب 41 دي يعني سؤال شوية سبريسد شوية. تعال نقرأه كده بالراحة. بيقول لك nuclei number 1 اهي are haploid and produce directly through the meiotic divisions. لا طبعا مش directly. Cell number 2 cell of tissue number 2 يعني ماشي ار هابلويد، لا دي ديبلويد اساسا. سيل نمبر 3 از هابلويد، سيل نمبر 3 از هابلويد ماشي. اند بروديوس دايركتلي ثرو برضك مش دايركتلي. هو هنا لعب على حته فوق دايركت ودايركتلي، ملاحظ انت؟ والاثنين اصلا بيجوا اندايركت عشان بيحصل مايوزس ديفيجن بثلاثه بيتحللوا وبعدين بيجي واحده بتعمل ميتوز ديفيجن 3 مرات. خلاص؟ مايوتيك ديفيجن كمان كده جايب مايوتيك ايه؟ ديفيجن، هي مش مايوتيك ديفيجن. سيل نمبر 4 هابلويد، السيل رقم 4 دي هابلويد. هابلويد. and produce directly through mitotic division. ايوه بيجوا من mitotic division، ان اللي هي البولينج جرين خلاص بيبقى جواها الجنريتيف نيوكليس، تنقسم الجنريتيف نيوكليس الى فيرست مين نيوكليس سكند مين نيوكليس، دول هابلويد ودول بيجوا نتيجه الديفيجنز. السؤال بعد كده which is the following case the bonding between A and U paint can't be determined؟ بيقول لك اليو دي اللي هي البيز دي والاي دي، هو الاي واليو امتى بيتحدوا؟ ممكن لما اثناء عمليه الترانسكريبشن بتاع الدي ان ايه، الدي ان ايه لو في اي يبقى ممكن يتحد بيو تحت، دي نقطه. يبقى هنا ينفع الدامج الريبير ذا دامج
ولا اول حاجه خلينا ناخدها بالراحه. during the translation process اثناء عمليه الترجمه، اثناء عمليه الترجمه بيحصل احيانا، اثناء عمليه الترجمه بيحصل احيانا ايه تفتح بيو. during the RNA polymerization process اثناء عمليه البوليمرايزيشن برضك بيحصل ان البوليمرايزيشن بروسيس ان انا بكون او بفلتر او بعمل فورميشنز ليها، الكلام ده كله بيحصل. during repair damage of DNA، هو ازاي اصلا اثناء الدامج بتاع الدي ان اي؟ انا باجي بقول لك دي ان اي دامج، دي ان اي دامج يا اما ايه يا اما جي يا اما سي يا اما تي، فما ينفعش الاقي يو. هو انا لما اجي اصلح ريبير ايه اللي يجبرني ان انا استبدل حاجه بيو؟ اصلا ما فيش يو على الدي ان اي اساسا. فهنا ينفع اشوف الاي واليو، ينفع هنا اشوف الاي واليو، هنا ينفع اشوف الاي واليو برضه. الريفيرس ترانسكريبتيز ان انا احول الار ان اي الى دي ان اي، ينفع اشوفها. 43 At the beginning of the primary immune response, the macrophage recognizes bacterial cells due to the presence of antigens. الماكروفيج بتعرف تحدد البكتيريا عن طريق وجود مين؟ الانجينز اللي عليها. 44 variants بيقول لك هنا ده فيجر ده بيحصل مايوتيكلي ديفيجنز واثناء الجيرمينيشن بتاعها يعني زيجو بينقسم بيبروديوس مور جينيتيكلي فاريانت فيلامنت زي ذا ماذر سيلز، بينتج فيلامنت ذان ذا ماذر سيلز مختلف عن الماذر سيلز. طيب بص ده كده زيجوت وده زيجوت، ايه اللي يفرق الزيجوت ده عن ده؟ السؤال ده رائع. سؤال رقم 44. ليه السؤال ده رائع؟ اولا هنا خليه تحدد مع خليه، انما هنا خليه تحدد مع خليه بس ديفرنت فيلامنت، وطالما ديفرنت فيلامنت يبقى ديفرنت جينيتيك انفورميشنز، انما هنا سيم جينيتيك انفورميشنز، هنا ديفرنت جينيتيك انفورميشنز، يبقى اقول له هنا رقم 3. 45 In human if the number of chromosomes، لو عدد الكروموسومات في المونوسايت 46 what is the number of chromosome in the neutrophil؟ بردك 46، هنا 46 يبقى هنا بردك 46، يبقى الاثنين. ليه؟ لان كل دي خلايا جسديه، سوما سيل، سوماتيك سيل. In the opposite figure what does the structure X represents؟ هو structure X ده يمثل ايه؟ structure X ده عايزك تبقى مركز فيه جامد جدا جدا جدا. ليه؟ اولا رايت ولا ليفت؟ لازم انا اعدل الايد، هعدلها. ليه؟ لان هو لاويها صح كده، هعدلها ده يجي هنا وده يجي هنا. حط ايدك بعد كده لو لقيت الصنب على الصنب يبقى دي كده رايت. نقول تاني مع بعض. هيلف ايده كده وبعدين هحط انا ايدي كده اهو بالراحه اهو. لو لقيت ايديا حطت صنب على الصنب، حطيت ايدي كده اهو يبقى دي كده رايت. حطيت صنب لقيت شورت فينجرز او الصباع الصغير يبقى كده ليفت. فهمنا كده؟ يبقى في الامتحان اعمل ايه؟ احط كف ايديا. طب هو المفروض يجيب دي ده هنا وده هنا، يبقى الصنب جه على الصنب يبقى دي كده رايت هاند، يبقى ذا ريديوس. طب مين قال لك انها ريديوس؟ الريديوس عشان بتلف. خلاص؟ Which choice in the following table illustrates the sex of the resulting individual from the age of the renucleation and the artificial personages. الرينيوكليشن باخد خلايا جسديه 2N بحطها جوه بويضه 2N يبقى genetically identical. artificial personages بقى artificial personages باخد بويضه N بعرضها الراديشن تبقى 2N. فدايما artificial personages بيخلف فيميلز بس عشان باخد بويضه. انما الرينيوكليشن انا ممكن اخد بويضه نيوكليوس من عند ميل او اخد نيوكليوس من عند فيميل، فممكن انتج ميل او فيميلز. سؤال رقم 48. The opposite figure illustrates how the white blood cells attack a bacterial cells inside the body tissue. What is the name of the two processes number 1 and number 2 respectively؟ number 1 دي كده ببلع بعمل فاجوسايتوزس. نمبر 2 عملت الدايجيشنز، انا هضمت الميكروبس. يبقى هو نمبر 1 فاجو بلع، نمبر 2 دايجيشنز حطمت الميكروب. 49 بيقول لي the chromatin building structure is determined by البيلدينج ستراكشر بيتحدد عن طريق النون هيستون ستراكشر بروتينز. non histone structure proteins. 50 بيقول لي which of the following gametes are self-propelled؟ are self-propelled معناه اللي هي الميل جاميتس اوف بوليبوديوم. اشمعنى الميل جاميتس اوف بوليبوديوم؟ الميل جاميتس اوف بوليبوديوم تبقى ان طبعا معايا كده. الميل جاميتس اوف بوليبوديوم بيتحرك على سيليتد او بيتحرك على السيرفيس اوف ذا ووتر فبيوصل للتارجت سايت بتاعته،
وده اللي هو الميل ايه جاميتس. بكده يبقى احنا خلصنا الامتحان دوت. اتمنى ليكم يا سنه ثالثه حظ موفق وسعيد، وانتظروا بقيه سلسله امتحانات مع البروف خالد. شكرا لكم.